السلام عليكم، اهلا وسهلا بنات. كيف نتوما؟ مزيانين؟ بخير؟ اموركم هانيه؟ احوالكم طيبه؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير. اليوم فيديو جديد، فيديو مختلف كل الاختلاف على الفيديوهات السابقه. اليوم مريم ولا قناه يوميات مريم غادي تعرفكم على راسها. اليوم غادي تعرفوا شكون هي مريم، منين هي مريم، شكون هي هاد القناه هذه ديال يوميات مريم. غادي نشارك معكم الاسم ديالي والسن ديالي والاصل ديالي والمدينه ديالي وكل ما كيتعلق بيا. اليوم غادي يكون واحد الفيديو مختلف فيه غير اللي بغات انها تعرف عليا عن قرب تشوف هذا الفيديو. هذا ماشي روتين، هذا ماشي فيديو تحفيزي، ماشي فيديو تشجيعي، ولكن مجرد فيديو تعريفي على نفسي. مادام انا عندي هذه القناه هذه المده ديال تقريبا 3 سنوات، وعندي بزاف ديال الصديقات دخلوا عندي جدادين، وكذلك عندي بزاف ديال الصديقات اللي من نهار الاول اللي فتحت هذه القناه هذه وهما معايا، شكرا لهم بزاف بزاف. وكذلك البنات اللي كيدخلوا عندي جدادين كنقول لكم مرحبا بكم والهلا يخدكم عليا، وان شاء الله نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. اول حاجه غادي نبداو بها هو مريم، السن ديالك. البنات انا السن ديالي هو 25 سنه، ولكن قريب ان شاء الله يا ربي غادي نكمل 26 سنه، لان اختكم بنت 2000. كل ما كيتبدل العام كل ما كنزاد سنه. انا خلقت في 15 شهر 4 2000، يعني نهار 15 شهر 4 ان شاء الله باذن الله غادي نكمل 26 سنه. العمر البنات مجرد رقم، العمر مجرد رقم كل عام كيتبدل، وانما الشباب راه في القلب. ولا بغيتي تكبر عاوتاني راه في العقل. القلب كتلقاه باقي صغير والعقل كتلقاه كبير. المهم الحمد لله والشكر لله، فين ما حطيتينا تلقانا. الحمد لله والشكر لله. مريم، اللهجه ديالك مختلفه. مريم كنحسوك انك كتصنع. مريم الهضره ديالك مختلفه. مريم خليك في صباغتك ما تبقاش تصنع. مريم منين هي يعني منين الاصل ديالك؟ بنات شوفوا، انا والله ما كنتصنع، انا ما كنحاولش انني نبدل من اللهجه ديالي، ما كنحاولش انني نتغير عليكم، ما كنحاولش بزاف ديال الحاجات انني نعملهم معكم. مريم الاصل ديالها هي ريفيه، يعني انا ريفيه، ريفيه الابن عن جد. ماما ريفيه، با ريفي، كلشي ريفي، جدودي روافه. مهم ريفيه وافتخر. خلقت، مهم انا خلقت في طنجة، ولكن تربيت في واحد البلاصه ماشي في طنجة، تربيت في واحد البلاصه نواحي طنجة. مهم الباديه ديال نواحي طنجة. ما تربيتش في المدينه. الناس اللي تربيت معاهم والمدرسه اللي قريت فيها وداكشي، كنت تعرفت على صحابات هكذا عندهم لهجه بشكل، يعني هما كيهضروا في شكل، ما كيهضروش مثلا بالشماليه ولا. المهم هما كيحاولوا يهضروا بالشماليه، ولكن هضرتهم فيها الهضره ديال الداخل. كذلك البنات من بعد جيت سكنت في طنجة. قبل ما نتزوج جيت سكنت في طنجة مع اختي. عاوتاني تعرفت على صديقات ولا جارات من الداخل، يعني كل مره هاللي من الرباط، هاللي من فاس، هاللي من الصحراء، هاللي يعني كل وحده، ما كنعممش كل وحده منين. خديت منهم شويه. كذلك البنات كنسمع ماما وبا هادو راه من الاول كنسمعهم كيهضروا في الضرب بالريفيه، عاوتاني خديت منهم شويه. عاود البنات تزوجت براجلي وزاني، يعني جبلي. تزوجت بوزاني، عاوتاني الهضره ديالهم في شكل، يعني بالجبليه وداكشي، عاوتاني خديت منهم شويه. حاليا انا ساكنه في طنجه، عاوتاني كنسمع من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. عاد كل مره ملي كندي شويه ديال اللقطات، يعني من مره كندي شويه من هنا، مره شويه من هنا. هذا علاش غتحسوا بهضرتي انها مختلفه، ما غتحسوش بهضرتي انها واحد الهضره اللي نيشان ماشيه في طريق واحد. كل مره غتلقاوني ماشيه في جهه، حيتاش البنات ماشي كنتصنع، وانما انا قلت لكم الاصل ديالي ريفيه. مكان المنشأ هو نواحي طنجة، وحاليا انا ساكنه في طنجة. ومهم يعني كناخذ كل شويه من جهه. حاجه اخرى البنات كتسقسيوني عليها هي الوليدات اللي عندي وليد واحد. هذا سؤال بسيط. انا البنات يلاه 3 سنين دابا باش زوجت، باقي ما كملتش صراحه 3 سنين. يلاه 3 سنين تقريبا، حتى شهر 5 عاد نكمل 3 سنين. وولدي عاوتاني باقي صغير، قريب يلاه دابا عنده عام و7 شهور.
ايوا هذا ما كان البداية ديالي. يعني انا كنحاول اني نقربكم مني شويه بشويه، وغادي نتفكر الاسئله ونجاوبكم عليها، لان الصراحه انا عامله فيديو ما موجده له حتى شي حاجه، انا مجرد داكشي اللي يطيح لي في راسي غنجاوب عليه، لان بزاف ديال الصديقات كيسقسيوني. ما نكذبش عليكم، الحمد لله والشكر لله متتبعاتي كيدخلوا عندي جدادين كنقول لكم مرحبا بكم، لهلا خدتكم عليا لانكم كتزوروا القناه ديالي. ان شاء الله يا ربي تنال الاعجاب ديالكم. واذا بغيتوا هذه القناه هذه ديال يوميات مريم تكبر، ما عليكم غير بالبارطاج، بلي لايك، بالتعاليق الجميله، والله يخدمكم عليا. وكذلك البارطاج هو اللي كيعاون القناه، وكذلك البنات لي لايك، تعاليق ولي لايك. شحال ما كانت عدد لي لايك كثير شحال ما القناه كتزيد تكبر. حاجه اخرى البنات، هو شنو هو الدافع اللي خلاني انني نفتح قناه، ولا علاش انا فتحت قناه، ولا الربح ديالي من هذه القناه هذه. لان بزاف الناس قرابين لي كيحسب لهم بانني انا كنتخلص من هذه القناه، كيحسب لهم بني انا راه الفلوس ما كاين، عاد الفلوس كتدخل بسبب هذه القناه هذه. ولكن بغيت نقول لكم انا اول حاجه الدافع اللي خلاني نفتح هذه القناه هذا من النهار الاول، اللي انا ديجا كانت عندي قناه اولى اللي دابا ما بقاتش، دابا حاليا عندي هذه القناه هذه. الدافع اللي خلاني نفتح قناه هو مجرد تحدي مع الصديقه ديالي. قالت لي المهم عطاتني مثال، قالت لي شوف الناس فاتحين قنوات ويضربوا المشاهدات وكذا 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 والى اخره. قلت لها حتى انا نقدر نفتح قناه راه عادي جدا، يقدر اي واحد يفتحها. قالت لي لا احنا ما نقدروش. قلت لها صافي ما نقدروش. خليتها مشات. مني دخلت انا للدار، اول حاجه عملتها هي فتحت قناه، حطيت واحد الفيديو، كنت باقي ما كنعرفش بزاف الحاجات في يوتيوب، حطيت واحد الفيديو بارطاجيته معها. قلت لها حتى انا فتحت قناه، بارطاجيني مع الاصدقاء. هذا هو الدافع اللي خلاني نفتح قناه نهار الاول. من بعد اكتشفت البنات الحب ديالي للتصوير، لان انا صراحه محبه نتصوير من واحد الدرجه كبيره. اي حاجه كنصورها قبل كاع ما يكون عندي قناه وما يكون عندي حتى شي حاجه، يلاه شريت التليفون. اول حاجه بقيت نديرها هي نصور. كنتصور بزاف، خرجت نمشي خريجه كنتصور، خرجت المهم اي بلاصه كتلقاو اختكم مريم كتصور، تصور بزاف. صافي فحبيت هذا الشغف هذا. المهم بشويه بدا كيحيد داك الشغف بزاف. فصافي استمريت معكم شويه بشويه. اليوم مشاهده كتطلع 100 مره، 200 مره، 300 والى اخره. كل ما كتطلع المشاهده شويه كل ما كنزيد نتحمس اكثر. صافي حتى ولفت هذه القناه هذه ولات عندي واحد المكان اللي مفضل بزاف. نهار اللي ما كنصورش كنحس بالملل، كنحس بواحد الطاقه اللي في شكل، يعني كنقول علاش اليوم انا ما صورتش، علاش ما شاركتش مع المتتبعات ديالي، كتكون بحال شي حاجه ناقصه فيه. هذا ما كان، يعني هذا هو الدافع اللي خلاني انني نفتح قناه. وبالنسبه للخلاص البنات بالنسبه للخلاص خصكم راه ما كتخلصش نهائيا من القناه، لان البنات القناه راه باقا ما عندها شي واحد المستوى اللي نقدر انني نتخلص عليه. مع الوقت يمكن ان شاء الله الا كان عندي نصيب ولا رزق فيها نقدر انني نتخلص. ولكن انا حاليا راه كنبارطاجي معكم يوميا فيديوهات اللي كنتعب عليهم واللي كنعمل عليهم مجهود اللي كبير، ولكن بدون اي رصيد. باقي ما كنتخلص عليهم حتى شي حاجه. وهذا الشيء هذا ما كيمنعش انني ما نصورش معكم، بالعكس انا كيعجبني التصوير، فغادي نبقى نتصور ولو ما نشد حتى شي درهم على هاد الفيديوهات هذه. وحاجه اخرى هو واحد سؤال اخر، هو موعد ظهوري في يوتيوب. بنات ما نكذبش عليكم، انا اول مره فتحت القناه ما كانش عندي هدف انني نبان، يعني كنفضل انني نبقى ما وراء الكاميرا. اللي بغات تعرف عليا تجي عندي مرحبا بها، ونجلسوا نديروا بريد ديال اتاي ونتهاودوا ونجمعوا، مرحبا على الراس والعين. ولكن باش تقولوا لي زعما نبان هكذا في امام الكاميرا ونهضر معاكم ونتحدث معاكم، ما نقدرش الصراحه. هذه قبل ما نزوج كانت عندي هذه الفكره، زياده على من بعد ما تعرفت على راجلي وقلت له انا عندي قناه وكذا، قال لي مزيانه مرحبا، ولكن واش كتفكر انك تبان؟ قلت له لا. قال لي صافي اذا كنتي ما عتبانشي في القناه كمل في المسيره ديالك والله يعاونك. فصافي حتى هو لقيتو كيشجعني على هذا الحب اللي عندي من القناه. ما لقيتش معاه مشكله صراحه، من غير انني قال لي ما تبانشي، قلت له اصلا انا ما باغاش نبان من الاول. ايوا هذا ما كان.
يعني يا البنات ما عمركم ما غتشوفوني في القناه. بغيتو تشوفوني مرحبا بكم عندي، نتلاقاو اجيو عندي نجلسوا نجمعوا، هذاك هو النهار الكبير. اما باش تشوفوني في القناه اوهو. ايوا هذا مكان الكبيدات ديالي. دابا غنفكر شنو الاسئله اللي يتعاودوا في هذا في القناه ونعاود نرجع معكم. الحمد لله والشكر لله، الحياه تستمر وانا فرحانه بزاف 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 بوجودي معكم. رغم انني قلت لكم راه هذه القناه هذه ما كنصور منها حتى شي حاجه، ولكن فرحانه بزاف 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 بالوجود ديالي معكم، اللي خدتكم عليا. نتوما السند، نتوما عائلتي الثانيه، نتوما صديقاتي، اللي انا صراحه ما عنديش صديقات في الواقع، عندي صديقات هكذا في المواقع. الحمد لله والشكر لله. قال لك ربي الحبيب ملي كيبغي شي حد كيرزقوا الحب ديال الناس، وانا الحمد لله والشكر لله رزقني الله بكم نتوما. الحمد لله والشكر لله اللي خدكم عليا، وليكم واحد الفضل كبير بوجودي في هذه القناه هذه. الحمد لله والشكر لله. ايوا وهذا ما كان البنات، يكفي الفيديو لهنايا نحبسوه. وان شاء الله باذن الله اذا كانت شي حاجه اخرى نعاودها لكم في فيديوهات اخرى. شكرا لكم بزاف البنات اللي بقيتوا حتى لهنايا، وكذلك شرفوني بمعرفتكم، هكذا نتعرفوا على بعضياتنا اكثر واكثر. قولوا لي نتوما اش من مدينه كتكونوا فيها، قولوا لي الاسماء ديالكم، لان بزاف البنات داخلين عندي ب... بكونطات هكذا مختلفه، يعني كاين اللي داخله بسميه راجله، كاين اللي داخله بسميه ولده، يعني كتلقى مثلا سميه ديال راجل بعض المرات، ولكن هي راه كتكون مراه دايره كونت بسميه راجلها ولا ولدها ولا خوها، عادي جدا. شكرا لكم بزاف بزاف البنات، وتهلاو لي في راسكم، ونتلاقاو ان شاء الله يا ربي في فيديو جديد ونهار جديد. كان هذا فيديو تعريفي على نفسي، وان شاء الله يا ربي نكون عرفتكم اكثر على مريم، او لا يوميات مريم. السلام عليكم.